السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش لكم مبروكة؟ بما أن البنات رمضان على الأبواب، جيت نشارك معكم اليوم يعني وصفة المعتمدة عندي ديال السلو. تبارك الله كيجي بنين وغني بالفوائد ديالو. المهم هانتوما تشوفوا بالنسبة للمكونات. هاد المرة غادي نوجدو معكم السلو برعاية ليدل يعني بداك البرودويات اللي كانوا حاطين يعني ليدل حاجة زوينة في الصراحة. بيناتهم يعني هاد الشكل هذا ديال اللوز اللي على شكل املو، وفيه حتى هو يعني ديال الجنجلان. تبارك الله كيجي بنين. هذا دهن الجنجلان، هذا حتى هذا زوين وصحي وبيو. المهم البنات بقوا معايا باش نشوفوا الطريقه والمقادير بالنسبه للسلو اللي كنوجد انا. ايوا هي هذه البنات، بقوا معايا. المهم بالنسبه للسلو هانتوما يعني الصوره غنيه عن التعريف. النتيجه هي كتبان لكم. تبارك الله ما شاء الله. كما قلت لكم يعني سلو معلك وزوين وغني بالفوائد ديالو. المهم بلا ما نطول عليكم بقاو معايا باش نشوفوا هاد الوصفه هذه باش الناس مكونه. هنا عندي دقيق حمص محمر والقليل. هنا عندي اللان حتى هو محمر ماشي بزاف كما قليله. هنا عندي دقيق القمح الكامل حتى هو حمرته. كيكون بهذا الشكل هذا يعني حاجه مزيانه. هنا بالنسبه للمكسرات اللي غادي نوجد بها السلو ان شاء الله، هو هذا انا عندي هنا الكركاع ولا الجوز لينوا. عندي هذا الشكل هذا. عندي نوا دو بريزيل، فيها البندق، نوازيت، ديال الشخصيات. عندي حتى هذا ديال ليدل اللوز. عندي يعني هاد ديال النوع هادو ديال ليدل غادي نزيد منه ان شاء الله. هنا عندي نواه كاجو، ندير هاد الكمشه هادي 250 غرام. واهم حاجه هي الماكاداميا، هذه راه كتكون في ليدل. تبارك الله كتجي زوينه يعني في السلو. واهم حاجه فيها يعني كتكون دهنيه بزاف وفيها يعني نسبه كبيره ديال الزيوت. وهاد الزريعه هذه ديال الزرعه هي كتكون صحيه بالنسبه للسلو. ايوا المهم هادو غادي نديرو ان شاء الله نحمروهم باش نوجدو معاكم السلو بحول الله. حنا غادي نحمر هاد النوازك حتى هو. تبارك الله يعني كيجي زوين في السلو، كيعطيو النسمه زوينه ما شاء الله. اول حاجه غادي نحمرها هي هذا الجوز. حنا غادي ندخلوه للفور وغادي نحمر حتى هاد النواد وغادي يزيد حتى هو. هنا بالنسبه للزريعه ديال القرعه غادي نزيد معاها هاني. شوفوا هذه ديال المغرب كيفاش اللون ديالها داير، وهاد الملح شوفوا كيف داير الشكل ديالها. المهم بالنسبه لهذا الكاجو وهادو اللي يكونوا محمرين وعلاش كنحمرهم غادي نزيدو نحمرو هاد الكاداميا.
ندوزو نديرو هاد الحمر. هنا بالنسبه للوز غادي نزيد معاه هاد الجوج هادو واحد الكميه من هذا اللي كان باقات لي من العام اللي داز. قلت لكم يعني هذا راه غير كيتحمر الصراحه، يعني ما يصلحش نقليوه. غادي نزيد عليه هذا الماء اللي دار. شوفوا هنا كيبان لكم الفرق، هذا بحال اليسمر وهذا اللون ديالو فاتح. هذا المشكله، هذا النوع هذا فيه البنه وفيه النسمه، هذا لا. المهم نزيد هذا النوع ديال اللوز. المهم ما عرفتش واش كيبان لكم. هانتوما شوفوا بالنسبه للبنات كيقول لك راه اللوز ديال كون فخير راه مزيان. شوف ديال اللي دار طلق الزيت نتاعو، هذا هو اللي درت في الوسط. شوفوا هذه شحال طلقات الزيت اللي حطيت في الوسط هو نتاع اللي دار، بالعكس ديال كون فخير يعني ناشف ما طالق حتى شي حاجه. علاش كنقول لكم يعني مره اخرى ما تعاودوش تضيعوا فيه فلوسكم. في الفيديو اللي خدتكم قبل اللهم نشري يعني كميه قليله وتكون مزيانه، احسن ما نضيع فلوسي على شي حاجه يعني ماشي هي هذيك. هنا من بعد ما حمرت هاد المكسرات يعني كامله غادي ندوز دابا نهرمشهم. هانتوما شوفوا الشكل ديال المكادامي كيفاش كتجي، حاجه وحده يعني كتكون دهنيه. نزيدو لها شويه غادي نديرو دابا البندق ولا نديرو دابا مزيان. نرمشو حتى واحد شويه. هنا اخر حاجه هو الجنجلان، هرمشنا حتى هو. نزيد شويه ديال الملح على حسب المذاق. هنا كنزيد عليه واحد الكميه يعني ديال السكر ثقيل اولا سكر كلاص، يعني ما كتكونش بزاف، غير كميه قليله. وغادي ندوزو هنا يعني باش نجمعو سلو. هنا كنخلط نواشف ديال لافارين يعني مع القرفه باش نديرهم في العجانه. هنا من بعد ما درت الكميه يعني المناسبه في العجانه غادي نزيد عليها هذا اللوز ديال اللي كيكون مطحون بهذا الشكل هذا على شكل املو. اللوز ديال اللي دال بالخصوص يعني في الصراحه راه بنين، فيه واحد النسمه خطيره، كيكون مطحون بهذا الشكل هذا. غادي نزيدو هو ونزيد حتى جنجلان، كميه ديال الجنجلان مطحون، ومن بعد كنزيد المكسرات حتى هي اللي مطحونه. هنا انا درت غير الكميه يعني اللي كنت باغيه. يعني خلطت الطحين مع المكسرات مع قرفه ويعني حبه حلاوه من نافع. انا خلطتهم مزيان باش ينسجموا لينا. وهنا انا اختاريت يعني غادي ندير زيت البندق، تبارك الله كتجي بها سلو يعني بنينه. كنبقاو نزيدو شويه بشويه. وهنا بطبيعه الحال غادي نزيد معاها هاد المعجون اولا ديال السمسم اولا الجنجلان.
المهم هنا فاش ساليناه يعني من الخلطة ديالو، ها نتوما تبارك الله كيجي سلو معلك وبنين في نفس الوقت. المهم ها هي النتيجة النهائية ديال السلو اللي وجدت معكم بالمكسرات يعني متنوعة. يعني ها الشكل ديالو النهائي تبارك الله، الصورة غنية عن التعريف، مفيد وغني بالفوائد اللي فيه. نتمنى تعجبكم وتجربوه، علاش لا. انا هذا هو سلو المعتمد عندي، تبارك الله كيجي بنين. المهم البنات ما تنساوناش من اللايك وشي تعليق زوين. عواشركم مبروكه ونهاركم مبروك والسلام عليكم.